السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين. هنكمل معاكم برضو تجهيزاتنا لشهر رمضان الكريم. هنعمل النهاردة فكرة جميلة وجديدة برول الكرتون. انا هنا استخدمت رول الكرتون اللي بيبقى جاي في الاستيكر، اي شكل ستيكر طبعا. هنا انا ابتديت ان انا اقيس كل قطعة تكون 15 سنتي. هبتدي ان انا اقسمه على حسب طول الرول اللي معايا وعلى حسب طول الفكرة اللي انا هعملها. طلعوا معايا كده الاربعة. هبدأ ان انا اعمل خط كده في الوسط كده، وبعد كده هبتدي ان انا اعمله مقابله الناحية التانية عشان اقصه يطلع المقاسات متساوية. هيطلعوا معايا كده اهو 8 قطع. هبدأ ان انا اجيب قطعة من الورق وهبتدي ان انا اتنيها كده وهرسم كده الشكل دوت اللي هو زي بوابة صغيرة كده. انا هنا مش محتاجة باترون ولا حاجة، مجرد ان انا بقص الشكل ده كده، وبعد كده هبتدي ان انا اثبته على الكرتون. هو عرضه حوالي سنتي ونص. وبعدين هبتدي ان انا افرغه في كل القطع اللي معايا. انا هنا فرغته لحد تحت طبعا عشان اقدر ان انا افرغه. انا هنا كنت محتاجه سنتي تحت ان انا اسيبه، بس عشان اسيبه كان هيتعبني جدا في القص، وهبتدي استخدم رول خياميه، او هبتدي ان انا اقص القطعه كده على قد قطع الكرتون اللي معايا. وبعدين هبدا ان انا الزق الجزء اللي انا اصلا كنت المفروض اسيبه تحت كده باللزق عشان يبقى ثابت معايا وكل المقاسات متساويه من تحت. هبتدي بقى ان انا اثبت الرول. طبعا اللزق ما ينفعش لوحده، انا هثبته بالشمع برضو عشان يبقى ثابت معايا اكتر. هبدأ بقى ان انا كده اساوي القطع الزيادة، وهبتدي اطبق كل اللي انا عملته ده على القطع اللي معايا. وهبدأ كمان اقص الجزء اللي في النص اللي انا سايباه ده ومفرغاه. هبتدي ان انا اقصه من الوسط كده، وبعد كده هتنيه باللزق كده على الجنبين عشان ابين التفريغة اللي انا عايزاها او الشباك اللي انا عاملاه للقطعة. وهبتدي اطبق كل اللي انا عملته ده على كل القطع طبعا اللي معايا، اللي هم ال8 قطع. هيطلع معايا الشكل النهائي كده. هبدأ ان انا الزق كده من فوق ومن تحت، واخلي بالي من الخطوة دي كويس جدا عشان عايزاهم يبقوا ثابتين معايا، وفي نفس الوقت مفيش اي فراغات بينهم. انا كده اهو خلصت القطع كلها لزقتها. هبدأ بقى ان انا اجيب الجزء اللي انا هغطي بيه الشبابيك دي. تقدري تستخدمي فيها كذا فكرة. انا هنا استخدمت قماش التل السواريه ده، وطبعا قلنا نقدر نستبدله باي قطع تل عادي او طرحة قديمة، او حتى جلاد ملون تقدري ان انت تغطي بيه الاجزاء المفرغة دي. هبدأ بقى ان انا اثبت كده من في كل شباك، حوالين كل شباك وحوالين كل قطعة الجزء القماش ده. وبعد كده هبتدي ان انا اخلص كل الشبابيك بنفس الطريقة. واحب اقول لكل اللي اول مرة يشوف قناتي، انا عاملة افكار كتير لشهر رمضان الكريم. تقدري ترجعي لها في القناة، وعاملة قائمة تشغيل اسمها افكار رمضان. تقدري تخشي فيها، هتسهل عليكي كتير. هتلاقي كل الافكار مع بعضها، تقدري تختاري اللي انت عايزاه واللي تقدري تعمليه وتنفذيه. طبعا احنا داخلين على شهر رمضان وبنحب نعمل ديكورات جميلة لشهر رمضان. بتعمل اجواء كده رمضانية جميلة جوه البيت. فتقدري ان انت تنفذي كذا فكرة وتبتدي ان انت تغيري بيها شكل البيت. طبعا انا هنا كده خلصت خلاص لزق القماش. هبدأ بقى ان انا اثبتهم كده مع بعض زي بالظبط ما ثبت كل قطعة. وهبتدي ان انا اجيب قطعة كرتون هعمل مقاسها اكبر سنتي واحد من القطعة اللي انا عاملاها. هبتدي ان انا استخدم كده قطعتين الزقهم في بعض عشان اعمل سمكة كده للكرتون. وهبدأ ان انا اغطيها بالفوم الذهبي. اخترت الفوم الذهبي هنا عشان يظهر معايا اللون الاحمر، وتقدري طبعا تستبدلي اللون الفوم باي لون تحبيه. هبدأ بقى ان انا كده الزقه كده واقص الزيادة. وهبتدي ان انا برضو اجيب شريطة رفيعة من الفوم، وهبدأ ان انا الفها حوالين قطعة الكرتون زي، واجيب قطعة كده من الفوم الفضي او الذهبي حتى، والفها حول الشمعة اللي انا هحطها للإضاءة، علشان انا عايزة الشمعة تبقى ثابتة معايا ما تتحركش. فانا هثبت الجزء ده كده في وسط القاعدة عندي. هيبقى معايا بالشكل ده كده. اقدر بقى ان انا احط الشمعة، ولو حركت ما يتحركش معايا. ابدأ بقى ان انا اثبت بقى الجزء ده كده. هبتدي ان انا الف على الدوران كله من تحت شمع. اخلي بالي عشان ما يطلعش معايا زيادات. وهبدأ بقى ان انا اثبته كده في الوسط. ان انا اجيب شريط تزيين ذهبي، وتقدري تستبدلي شريط التزيين دوت بقطعة من الفوم ذهبي برضو. تقدري ان انت تقصيها شرايط كده، وبرضو تثبتيها على حرف القطعة من فوق كده. واخلي بالي من الدورانات دي، اثبتها كده كويس عشان يطلع معايا الشكل النهائي جميل. هبدأ ان انا اخلص كل تقفيل القطعة كده كلها من فوق بشريط التزيين. وابتدى يظهر معايا الشكل اهو. طبعا هو زي فانوس او وحدة اضاءة كده هتتحط ديكور على اي ترابيزة. وهبدأ ان انا اجيب استرس ذهبي. هبتدي ان انا الفه حوالين الشبابيك اللي انا عاملاها دي كده. اخلي بالي واحط طبقة شمع خفيفة جدا. وهبتدي ان انا اظهر كده شكل الشباك زي ما انا كنت قصاه. هبتدي بقى ان انا اجيب قطعة من الكرتون مقاسها اقل من القطعة اللي تحت.
وهابدأ أجيب غطا كوبايات العصير، هابدأ إن أنا ألف دوران كده حواليها، أنا عايزة أفرغ الجزء ده، وبعدين غطيته كده بالدهبي، وهابدأ بقى إن أنا أثبت الغطا هنا علشان أنا عايزة الجزء ده يبقى شفاف معايا. هثبته كده، وطبعا لازم الشمع يبقى سخن قوي عشان ما يسيحش البلاستيك. هبدأ برضو إن أنا أجيب شريط التزيين اللي أنا استخدمته في القطعة اللي فاتت، أبدأ برضو إن أنا أثبته هنا حوالين الدوران ده كده. يا ريت الشمع بنبه ما يبقاش سخن عشان ما تلاقيش البلاستيك ساح معاكي، تبقي شايله الفيشه بس قبليها بشويه، وتبتدي ان انت تثبتيه حوالين كل الغطا كده. هيبقى مدي شكل معايا حلو ويبروز كده الغطا. وابتدي ان انا اجيب الخرزة الخشب دي وابدأ ان انا الف عليها برضو شريط التزيين الذهبي. وبعد كده هبتدي ان انا الزقها كده على الغطا من فوق. وطبعا ممكن برضو تستبدلي الخطوة دي بالفوم. هبدأ ان انا احطها كده، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب التراس الذهبي والفه حوالين الغطا من هنا عشان يبروز معايا الغطا من فوق. الفكرة سهلة وبسيطة، وطلع ديكور شكله حلو في الآخر. وهنشوف دلوقتي لما نحط جواه الشمعة وننوره هيبقى شكله جميل ازاي، هيعجبكم جدا ان شاء الله. وكمان انا حبيت اعمل القاعدة كده ارجل كده، حبيت ان انا احط كده الخرز الخشب اللي انا استخدمته كده في الغطا. حطيت كده 3 عشان يعمل معايا كده رجول كده للقطعة اللي معايا، ويبقى عالي كده عن الترابيزة. ابدا بقى احط الاضاءه اللي انا هحطها. انا هنا حطيت شمعه، زي ما انتم شايفين كده هو نور شكله جميل، وطبعا هيبان كمان قوي في الضلمه. وتقدري تحطي هنا سلك ليد او فرع نور زي ما انت عايزه، المهم ان انت تحطي فيه اضاءه شكله جميل وديكور رمضاني جميل وجديد. رب يكون عجبكم ان شاء الله، وده شكله النهائي. انتظروني في افكار كتير ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. هنكمل برضو معاكم تجهيزاتنا لشهر رمضان الكريم. وفكرتنا النهاردة مش هتاخد منك وقت خالص، وسهلة وبسيطة وهتقدري تنفذيها بكل سهولة. أنا جبت شنطة كده من شنط التسوق، أنا اخترتها لونها أسود، هي بصراحة كانت عندي. بس انت لو مش موجودة عندك تقدري تشتريها، وتقدري تشتري اللون اللي انت عايزاه. بس فكرة النهاردة هتبقى جميلة جدا باللون الأسود، وهتشوفوا معايا التفاصيل هنعمل ايه. أنا جبت دلوقتي نتيجة قديمة عندي، وابتديت ان أنا أقص قطعة القماش اللي هو في الشنطة على قد النتيجة، وهبتدي ان انا ألزقه بالشمع، واحاول ان انا وانا بلزق اشد القماش كويس عشان عايزة السطح بتاع النتيجة بتاعتي يبقى متساوي. ودي خطوة مهمة جدا عشان الشغل اللي انا هعمله عليه هيبان. انا دلوقتي اهو بلزق من جميع الاتجاهات واثبت كويس بالشمع. طبعا لو مش متوفر عندك الشنطة، وعلى فكرة ممكن تستخدمي في الفكرة دي اي قماش اسود موجود عندك، بس يكون تقيل ما يشفش النتيجة، لان انا مش عايزة شكل النتيجة اللي تحت يبان. فكرة النهاردة سهلة جدا ومش تاخد منك 5 دقايق على بعض، هتقدري تنفذيها على طول. انا اهو كده خلاص انا خلصت اللوحة، اللي هي النتيجة يعني. طبعا شايفين كده القماش مشدود وحلو كده مش باين اي حاجة فيه. هنا كتبت كلمة رمضان. انا بصراحة رسمتها، انت بتختاريها من على جوجل، هاتيها من على برنامج بنترست او اي موقع، وتبتدي ان انت تشوفيها او ترسميها. وطبعا انا هنا جبت الفوم الذهبي، وابتديت ان انا جبت كربون وطبعتها عليه بس بالمقلوب طبعا، علشان خاطر لما اجي اقلبها الكلمة تبقى مظبوطة. تقدري تختاري شكل الكلمة اللي انت عايزاها، هتلاقي اشكال كتير لكلمة رمضان او اي كلمة انت عايزاها خاصة برمضان. وكمان هنا برضو في فانوس برضو، طريقته سهلة جدا، شفيته برضو ورسمته على الفوم برضو الذهبي. انا هنا كده خلاص اهي قصيت الكلمة. طبعا هبدأ بقى ان انا اجيب قطعة من فوم تانية ذهبي، هبتدي ان انا اقص هلال كبير كده. هبدأ ان انا اجيب اي حاجة مدورة عندي، طبق او صينية، وهبتدي ان انا الف نص دايرة كبيرة كده، وهبدأ ان انا ارسم شكل الهلال كده. وهبدأ بقى ان انا اقصها بقى معايا الشكل كده. ابدأ بقى ان انا احط الهلال كده فوق، لان انا هعلق فيه الفانوس اللي انا برضو رسمته. وفكرة الفانوس سهلة قوي برضو، تقدري ترسميها بكل سهولة. انا كده هو شلت اللزق اللي على الفوم، بس برضو هلزقه برضو بالشمع عشان يثبت معايا وما يفكش. هبدأ بقى ان انا الزقه كده. طبعا عارفين ان الشمع على القماش هيثبت خالص، مش هيفك مع الوقت. هبدأ بقى بعد كده اجيب الفانوس، انا هبتدي ان انا ارصه الاول علشان ما اتلخبطش كده وانا بلزقه. وبعد ما ارصه هبتدي ان انا الزق قطعة قطعة. فكرته سهلة جدا وبسيطة، ومش محتاج رسم يعني ولا حاجة، هي عبارة عن شرايح كده وزي ما انتم شايفين. أبدأ بقى ان انا ألزق كل قطعة انا حطيتها بالشمع واثبتها. برضو هو في لزق، بس مش هعتمد برضو على اللزق، هلزقه برضو بالشمع. اهو انا هنا دلوقتي بلزق قطع الفانوس كلها.
ودايمًا أحط جنبي الحاجة اللي أنا هابتدي إن أنا أرسم زيها عشان ما اتلخبطش، أبدأ إن أنا أرُص زي نفس الرسمة بالضبط وألزقها. سهلة جدًا وبسيطة جدًا فكرة النهارده، والله مش ما خدتش مجهود خالص، هي بس ارسمي بس الرسم اللي أنتِ عايزاه، وبعد كده هتلاقي نفسِك لزقتِ كل التصميم على على النتيجة وخلصت الفكرة على طول. أنا كده أهو خلاص خلّصت لزق الفانوس، هابدأ بقى بعد كده أجيب الكلمة رمضان اللي أنا مفرّغاها، هابتدي إن أنا أرُصّها كده على التابلوه، وهابدأ إن أنا أحُط الأصل كده قدّامي عشان ما اتلخبطش، لإن أنا طبعًا هابتدي إن أنا ألزق، فابتدي إن أنا أضبطها الأول، وبعد كده أبتدي إن أنا ألزقها زيّها بالضبط، وبرضه النُقط أخلّي بالي إن في نُقط هاحطها في أماكنها، أبدأ بقى بعد كده أمسك جزء، جزء، أنا عندي الر والميم كده دول مفصولين لوحدهم، وبقية الكلمة كلّها على بعضها، هابدأ إن أنا ألزق أول حرف وأمشي زي الصورة بالضبط عشان تطلع مضبوطة معايا. أنا أهو خلاص أهو بالزق كده برضه بالشمع كلمة رمضان برضه عشان تثبت معايا وما تفُكِّش، وبعد كده هنبتدي نشوف هنعمل بقى إيه تاني، قرّبنا نخلّص كده الفكرة بتاعتنا وأظن الصورة وضحت، أهو باحط النقطتين بقى كده، نقطة الضاد والنقطة بتاعة النون. هابتدي بقى بعد كده أجيب أي رسمة نجمة عندي أو أنا أرسم نجمة، أنا عندي نجمة كده بتتباع كده مضيئة كده بلاستيك، أنا هابتدي إن أنا أرسم عليها على الفوم على طول، ولو مش عندِك هتبتدي ترسميها عادي بالمسطرة أو تشفيها من على أي حاجة عشان بس تبقى مضبوطة معايا، هابدأ إن أنا أرسمها كده على الفوم، أنا محتاجة منها 3 هارسم واحدة كبيرة و2 حجم أصغر من دول، هابتدي بقى إن أنا كده أقصّها وهابدأ بقى بعد كده إن أنا ألزقها على التابلوه. فكرته سهلة طبعًا، لحد دلوقتي كل الخطوات اللي إحنا عملناها سهلة جدًا، أنا كده قصيت ال3 نجوم أهم، هابدأ بقى إن أنا أجيب النجمة الكبيرة، هابتدي إن أنا ألزقها جنب الهلال والفانوس، كده إن أنا أثبّتها كده كويس، وبعد كده هابتدي إن أنا أجيب النجمتين التانيين الصغيرين، أحطهم واحدة يمين وواحدة شمال كلمة رمضان. كده مش هيبقى فاضل غير إني أعمل تعليقة بس للتابلوه، وممكن لو حابة تلزقيه بدبل فيس على الحيطة طبعًا تقدري. أنا كده أهو خلّصته، شايفين حلو إزاي؟ بصراحة كنت بافكّر أعمل له برواز كده إن أنا أحدّده من على الحرف ب باسترس أو بأي شريط تزيين، بس عجبني من غير أي حاجة، حسّيت إن الأسود مع الدهبي مش محتاجين تاني حاجة معاهم. أنا كده خلاص هابتدي إن أنا أعمل التعليقة أهي عملتها برضه من نفس القماش الأسود، أظن شكله جميل جدًا، يا رب يكون عجبكم. فكرة سهلة وبسيطة وما خدش وقت خالص، وديكور رمضاني جميل، وكل سنة وأنتم طيبين. يا رب تكون فكرة النهاردة عجبتكم إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.